السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنحضر معكم كيكه ديال العيد، كيكه اللي عائليه وبسيطه واي واحد يمكن له يحضرها. جميع المكونات موجودين في اي منزل، بهم واحد المكون اللي تعطي واحد المذاق مختلف على الكيكات وتجي رائعه. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير مع المكونات وطريقه التحضير. عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، بالنسبه للزيت عندي كاس الا ربع، كاس الا ربع. وعندي هنا واحد العلبه ديال الياغورت ديال الفلو بنكهة الكراميل، وعندي 4 البيضات، وعندي واحد المعلقة كبيرة ديال الحامض، 2 خمارات، وواحد الساشي ديال الفاني، وعندي هنايا واحد فلو كراميل، هذا هو اللي تعطيه واحد المذاق رائع. وعندي هنا 300 غرام ديال الدقيق او ما يعادل 3 الكيسان، راهم عبرتهم انا معبورين. صافي هنايا غادا نجيب واحد البول اللي غادا نفقس فيه هذا البيض. هذا ضروري البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. انا راه كان عندي في الثلاجة نسيت ما جبتوش، ولكن من جبتو درتو بشوية ديال الماء سخون حتى ياخذ الدرجة ديال الحرارة ديال المطبخ. غنزيد عليه كاس ديال السكر سنيده، وهاد الصاشي ديال السكر بنكهة الفاني، وغادا نضيف هنايا حتى هاد الفلو بنكهة الكراميل. هذا هو اللي تعطي الكيكه واحد النكهه رائعه، وتجي بحال تاكلي شي كيكه اللي تكون مختلفه، بحال ندير فيها شي مكون مختلف، ولكن غير هاد الفلو هذا تعطيها واحد اللون والمذاق رائع. صافي انا غندير هذا في العجانه غير يذوب ليا السكر ويطلع شويه البيض. صافي وغادا نضيف الزيت. بس بالنسبه لهاد العمليه البنات ديروها حتى في طحانه عاديه ديال العصير. بالنسبه للطحنه شي مرات تنضيف كلشي، تنضيف البيض والسكر ما تطلع شويه، وتنزيد عليهم السوائل اللي تيبقاو كاملين. تتجي عادي راه حنا تنبغيو غير في الاول تخدم البيض والسكر شويه. صافي من بعد ما ضفت انا هنايا الزيت راه كلكم تضيفوه دفعه واحده، يعني مع العجينه تدور تنضيفوه غير بشويه. صافي غادي نضيف هنايا الحليب. انا حيت كنت مستعملها وقلت علاش ما نخلط فيها حتى الكيكه بلا ما نبقى نوسخ بزاف ديال الماعن. صافي انا هنا ضفت الحليب كامل كما تتشوفوا، وغادي نضيف هاد العلبه ديال الفلو بنكهه الكراميل حتى هي غادي باش حتى هي تزيد تعزز لنا داك المذاق ديال الفلو اللي وضعنا في الاول. بما ان انا عندي داك اللي غادا ندير فيه الكيكه المول كبير. صافي انا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الخل اللي تعطينا هذيك الهشاشه في الكيك وتيخلي الخميره تفتعر بسرعه. انا راه واخا المول كبير غنضيف فيه غير 2 خمارات كما تتشوفوا معايا. انا غادي نضيف 2 خمارات اللي غادا نغربلهم مع الدقيق. صافي غنبقى نخلط غير بهاد الفوي ديال العجانه نيت حتى يدخل هذاك الدقيق. غنزيد الدقيق شويه بشويه. صافي انا غنبدا نزيد الدقيق، غنخلي واحد شويه ونشوف. ضروري الدقيق نضيفوه شويه بشويه، منضيفوش في دقه باش نشوف القوام ديال الكيك. صافي انا هاد شويه اللي بقى غادي نضيفو تقريبا هاد الكيسان 3 الكيسان او 300 غرام ديال الدقيق راه معبورين تيجيو مع هاد الخليط نيشان. صافي من بعد ما انسجم ليا الدقيق مزيان، هذا هو القوام ديال الكيك، تكون على هذا الشكل هذا. صافي نوضعها جانبا. غادي نجيب هنايا عندي واحد المعلقه ديال الحليب اللي ضفت ليها واحد المعلقه ديال الكاكاو، هذا غير النص ديال هاد الساشي هذه بالنسبه لهاد. صافي غنزيد عليه هاد الخليط هذا ديال الكيك
صافي غنزيد غير واحد الكميه اللي غادي نسجم لي مع هاد الكاكاو، حتى بغيت انا هاد الخليط ديال الكاكاو نزنق به الكيكه من الداخل. هاد العمليه تبقى اختياريه. صافي دور القوام ديال هاد الخليط. صافي غناخد واحد المول هنايا اللي دهنته بالدقيق عفوا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نخوي فيه تقريبا اكثر من النص ديال الخليط. الكميه الكبيره غادي نخويها، غنخلي غير واحد شويه، نخلي واحد شويه غير غيغطي لي هذاك الخليط ديال الشكلاط. نتكريته واحد شويه هنايا. صافي بالنسبه لهاد الخليط غادي نخويه غير في الوسط هكا. الا درناه في الوسط تيجي الا خوينا كميه قليله ودرنا تيجي هابط لتحت. دابا هكا غيجي في الوسط ملي تطلع الكيكه تيجي نيشان. صافي وغادي نغطي هاد الخليط ديال العجين اللي بالكاكاو. صافي ما تنخليش نهائيا هذاك الكاكاو يبان. دابا غادي ندخلها للفران اللي تيكون سخون عادي كيفاش نطيبوا الكيكه، وتتجي بحال ما هكا محمره على هذا الشكل كما تتشوفوا معايا، وتتجي رطبه وهشيشه. بالنسبه للمول البنات انا راه عندي عريض المول، واخا في الكاميرا ما تيبانش مزيان. هاد الخليط اللي درتوه في شي مول اللي مجموع راه غادي تجي الكيكه طالعه بزاف. انا راه عندي فيه العرض بزاف. صافي انا هنا تندهنها بالمربى ديال المشمش وغادي نزينها. بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، اي وحده تتبدع في التزيين كما بغات، داكشي اللي موجود عندها في المنزل. غنزينو واحد التزيين اللي بسيط. عندي هنا شويه ديال الكاوكاو والفول السوداني اللي محمر ومهرمش على هذا الشكل هذا. صافي وعندي هنايا واحد طونيك اللي هرمشتها غا هكاك وسط البلاستيكه ديالته، وضفتها من فوق الكاوكاو من الفوق. وغادي نضيف واحد خطوط ديال الشوكولاته السوداء او الصوص ديال الكراميل، تعطيه واحد المنظر اللي تيجي زوين ورائع. وهذه هي الكيكه ديالتنا بالصحه والراحه اللي تجي رائعه. ويسمحوا لي البنات انا راه ما غاديش نقطعها معكم حيت مازال سخونه، وغادا نديها معايا للدار ديال عكوستي حيت تما تنعيدو. وهاد الكيكه راها عائليه وبسيطه وتيجي فيها واحد المذاق اللي رائع وخا المكونات اللي بساط. تنتمنى منكم تجربوها وراه غادا تصدق معكم حيت سهله وراه تحضر بسرعه. والبنات اللي اول مره تيشوفوا الفيديو ديالي تنتمنى مينسانيش من لايك ويشارك فيه باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. واللي ديجا مشاركين في القناه ديالي تنشكرهم وتنقول لهم عشرة مبروكه. وما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم. وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.